ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في فيديو جديد، وان شاء الله بحول الله هذا الفيديو كنتمنى ان يلقاكم بأتم الصحة والعافية. واللي غادي نقدم لكم فيه غريبة بالكوك والسنيدة اللي كتجي رائعة وناجحة 100%. بقاو معايا وشاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفوا على اسرار نجاح هاد غريبة اللي كتجي مشقة وايضا هشيشة ومذاقها مختلف بواحد النكهة اللي كيعطيها واحد المذاق رائع. وقبل ما نبدا معكم ما تنساولياش الجيم والبارطاج باش تشجعوني على الاستمراريه وتعمل فائده على الجميع. وبسم الله على بركه الله غادي نبداو بالمقادير بواحد الكميه ديال 250 غرام ديال السميده الرقيقه، ايضا 250 غرام من الكوك اللي كيكون الزيت، يعني كنوضعو ما بين 7 يدينا حتى كيطلق لينا الزيت. هذا هو النوعيه اللي خاصنا نحضروا بها هاد الغريبه. غادي نحتاج كاس ديال السكر سنيده مع كاس مع مرش ديال الزيت، كاس الا ربع ديال الزيت، 3 البيضات من حجم متوسط، ساشي من الخميره الفوريه، 2 معالق كبار من الكونفيتير ديال الفريز مع الفلون ديال الفريز فقط للنكهه. غادي ناخذ الاناء اللي غادي نخدم فيه، غادي نوضع البيض. بالنسبه للبيض ضروري ما خاصو يكون واخد لنا حراره المطبخ. غادي نوضع البيض وغادي نوضع القليل من الملح على هذا البيض. غادي نضيف سكر سنيد حبيبات، وغادي نضيف عليها 2 معالق كبار من الكونفيتير ديال الفريز. بالنسبه هنا القطع ديال الفريز انا متعمدت باش انني نوضع هاد المربى ديال الفريز اللي كيكون فيه القطع، وكيعطيني واحد المذاق رائع مع الفلون اللي غادي نضيفه، حتى هو كيعطيني النكهه وكيجي فيها واحد المذاق رائع. يعني المزيج ديال الكوك مع الفريز مع المربى ديال الفريز مع النكهه ديال الفريز كيجي فيها واحد المذاق رائع. غادي نضيف مع من بعد ما خدمت مزيان هاد العناصر مع بعضياتهم، غادي نضيف ساشي ديال فلون ديال الفريز او الفراوله. غادي نخدم مزيان حتى كيذوبوا لي السكر سنيده حبيبات، يعني ما كتبقاش لينا سنيده او سكر سنيده حبيبات في القاع، ضروري خاصها تذوب، يعني خصنا ندوبوا هاد السنيده مع الخلط. غادي نضيف من بعد الكوك. من بعد ما ضفت الكوك خلطت مزيان، غادي ناخذ ساشي ديال الخماره الفوريه غنوضعها على السميده، ومن بعد ما غنضيفها على السميده غادي ناخذ صفايه وغادي نغربلها، لان ما بغيتش انا داك الحبيبات ديال الخماره الفوريه تبقى، ضروري خاصني نغربلها باش غادي ديك الحبيبات ما يبقاوش لينا يهبطوا مع في الصفايه مع السميده. غادي نخلط مزيان هاد العناصر مزيان حتى كتخلط ليا السميده مع داك العناصر اللي خدمت ديال البيض والسكر وسكر سنيده مع الزيت. غادي نجمعها مزيان، يعني غادي نجمعها مزيان كما كتشاهدوا معايا حتى ما كيبقاو لياش السميده نهائيا باينه. وبالنسبه للقوام ديال هذا الخليط هذا ديال هذه الغريبه، العجينه ديال الغريبه كتبقى جاريه وكتلصق في اليدين عادي، لان هذا هو القوام ديالها كما كتشاهدوا، هذا هو القوام ديالها. غادي نخليها، ومن بعد من بعد ما غنجي نشكلها كويرات غادي تكون نشفات، يعني شويه شربات لينا السميده. غادي ناخذ الزيت وغادي ندهن اللاطه اللي غندخل فيه، يعني هاد الورق المطبخ غادي ندهنو، ضروري خاصني ندهنو لان هاد غريبه كتلصق وضروري خاصنا ندهنوها بالزيت. غادي ناخذ القليل من العجين ديال الغريبه وغنوضعها في الميزان. بالنسبه للوزن ديالها 23 غرام، 23 غرام هو هذا الوزن اللي كتجيني غريبه فيه قياسها هو هذاك، يعني ما كيجيش القياس ديال الغريبه شي كبير شي صغير. ضروري ما غناخذ هذا القياس هذا، او الا ما كانش الميزان يعني ناخذ نفس القياس من بين يدينا، ضروري خاص يكون عندنا نفس القياس. غادي نوضع هاد الكرات من بعد ما كنوزنهم كندورهم ما بين يديا حتى كنوصل على هاد الكره هادي، يعني ما كنبسطهاش الكره ديال العجين، ما كنبسطهاش، كنوضعها في سكر ثقيل او سكر كلاصي من النوع الممتاز. بالنسبه للسكر كلاص خص يكون عندنا النوع الممتاز. غادي نوضع هاد الكره في سكر كلاص، يعني غنفندها في سكر كلاص، من بعد ما غنجي نهزها غنزيد نعمرها بسكر كلاصي من الفوق، وغادي نوضعها في الطاوه اللي غندخلها الفرن اللي سبق لي دهنتها. غادي نستمر
بنفس الطريقه في هذه الكميه ديال العجين اللي عندي حتى نكمل بنفس الطريقه. يعني الكرات ديال العجين خصهم يكونوا عندهم نفس القياس، ومني كندورو ما بين يدينا ما كنبسطوهاش، فقط كنوضعوها في سكر كلاص وكنفندوها مزيان، يعني كنمرغوها نخليوها حتى يتلبس لينا السكر كلاص بهذا العجين. ومني كنهزوها كنوضعو القليل فوق منها ونوضعوه في الطاوه اللي غندخلها الفرن. غادي نستمر بنفس العمليه حتى نكمل العجين اللي عندي وغادي نرجع معكم. من بعد ما كملت العجين اللي عندي بهذه الطريقه هذه، غادي ناخذ معلقه وغادي نحاول انني نبسطها قليل فقط، يعني غير نبسطها بالراس ديال المعلقه بهذه الطريقه هذه، يعني كتعطيها واحد الشكل زوين، وفي نفس الوقت كنثبت سكر كلاص عليها. هذه هي طريقتي الخاصة في تحضير هذه الغريبة ديال الكوك بالسميدة، كتجيني رائعة. وايضا النكهة اللي ضفت لها ديال الفريز كيجي رائع. بالنسبة للنكهة يمكن لكم نتوما تنوعوا في النكهة. انا وضعت الفريز، نتوما يمكن لكم توضعوا الكراميل او الفاني او اي نوع من انواع النكهات اللي يمكن لكم تحضروا بها هذه الغريبة. بالنسبة لهذه الغريبة كتجي رائعة، كتجي معلكة في الفم. وكما كتشاهدوا معايا ضروري ما خاصنا نخليو واحد المسافه ما بين كل كره ديال العجين، ضروري خاص يبقى واحد المسافه، لان هاد الغريبه من بعد ما كندخلوها للفرن للطهي كيزداد الحجم ديالها، وما خصناش نلصقوها في قبل ما نوضعوها في الطاوه، لان الا لصقناها غادي تجي ملتصقه وما غاديش نحصلوا على شكل ديال الغريبه اللي بغينا حنا. يعني هذا النصيحة كنوجهها للبنات المبتدئات. من بعد ما غادي نكمل غادي ندخلها الفرن اللي سبق لي شعلته على درجة حرارة 180 درجة. غادي نوضع اللاطة من التحت والنار تكون من الفوق والنار تكون قليلة، وغادي نسد عليها ونخليها تقريبا واحد 5 ديال الدقائق، ما كاملاش باش غير تشق لينا، يعني غير تشق. وغادي نحيدو عليها النار من الفوق ونخليو النار من التحت، النار تكون شاعله من التحت والنار تكون قليله. بالنسبه للفرن ديال الغاز، وإلا ما كانش الفرن ديال الغاز كان فرن ديال الضو، غادي نخليوها على 170 درجه وغادي نخليوها طيب. بالنسبه للطياب ديالها ما كطيبش بزاف، يعني ما كنخليوهاش بزاف في الفرن. ما غاديش نحدد لكم الوقت لان كل وحده والفرن ديالها وكيفاش كيطيب. اللي مهم والنصيحه الاساسيه اللي كنوجه لكم ان من بعد ما تدخلوها الفرن ما تبقاوش تحلوا عليها الفرن وتسدوا، لان الا حليتو وسديتو السكر كلاص ما كيبقاش كيدوب، وخا يكون من النوعيه الممتازه كيدوب وما كنحصلوش على غريبات اللي كنكونوا حنا باغيين نحصلوا عليها. هذه نصيحه اساسيه في التحضير في الطهي ديال هاد غريبه، لان الاساسي هو الطريقه ديال الطهي ديالها في الفرن. وهذا هو الشكل ديال العجين ديال الغريبه قبل الطهي، يعني من بعد ما بسطتها بالراس ديال المعلقه، يعني تشقات غير واحد شويه تشقات وتبت ليها السكر كلاص من الفوق. وكما كتشاهدوا معايا هذه هي الطريقه اللي غادي من بعد ما غندخلها الفرن النار تكون من الفوق، واللاطه ديال هذه ديال الغريبه خصها تكون من التحت والنار تكون مهيله. غنسد عليها ونخليها تقريبا ما كاملاش 5 ديال الدقائق غير باش تشق لينا، ومن بعد غنطفي النار من الفوق ونخلي النار من التحت ونخليها حتى كطيب. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما طابت، يعني سكر كلاص باقي دايب لاصق فيها، باقي باين، باقي الشكل ديالها كما كتشاهدوا معايا. هذا هو الشكل ديالها، كتجي شيشه بنينه رائعه. عطيتكم سر من اسرار تحضير هذه الغريبه المعلكه واللي كتجي رائعه بمذاق ديال الكوك. كما كتشاهدوا كتجي رائعه، سكر كلاص باقي فيها، هشيشه بنينه بالمذاق اللي ضفتوا ليها. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وما تبخلوش عليا باللايك، ما تبخلوش عليا بالاشتراك الا كنتوا جداد في القناه. واستودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه، ويتجدد لقائي بكم في فيديو جديد ان شاء الله.